وكان الحسن البصري إذا ذكر حديث حنين الجذع وبكائه على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله. يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وبلغ معاوية أن كابس بن ربيعة يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه من باب الدار قام عن سريره وتلقاه وقبل ما بين عينيه تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقطعه أرضا. ثم استمعوا أيها الإخوة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يمدح المحبين له من بعده. قال: إن من أشد أمتي لي حبا أناسا يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. اللهم فاجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم انتقم ممن آذانا في نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يقتدي به في سره وعلانيته في ليله ونهاره. اللهم يا رب نسألك أن تحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا شفاعته، وأن تشربنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا بمحمد في جنات عدن. اللهم إن كانت لنا دعوة مستجابة في هذه الجلسة اللهم فاجعلها شفاعة لنبينا فينا، وأن تجمعنا به في جنات عدن يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.